في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية والجيوش الحليفة بتقتحم برلين، كانت في تقارير مرعبة بتوصل للمخابرات الأمريكية والبريطانية عن أجسام طائرة غريبة بتظهر في السماء. طيارات مفيش ليها أجنحة، سرعتها بتكسر كل قوانين الفيزياء وبتناور بطريقة تخلي أسرع طيارة حربية وقتها جنبها تبان كأنها سلحفة. الطيارين سموها وقتها المقاتلات الشبحية، والكل كان بيسأل هل النازيين وصلوا فعلا لسر الشحون والأطباق الطايرة؟ وهل العلماء اللي هربوا بعد الحرب خدوا معاهم كتالوج تصنيع الأطباق دي؟ القصة دي مش خيال علمي يا كينج، دي ملفات مخابراتية سرية بدأت من جمعية ثول النازية السرية وصولا لمشروعات زي الناقوس أو مشروع الدي جلوج اللي بيعتبر أعظم لغز تكنولوجي في القرن العشرين. ففي الرحلة دي النهاردة هنغوص في أعماق القطب الجنوبي وهندور ورا أسرار قاعدة 211 وهنعرف إيه اللي لقاه الأمريكان في عملية الهاي جامب وخلاهم يهربوا بأسطولهم وهم مرعوبين. هنفتح الملف المحرم للصحون الطائرة النازية ونشوف هل لسه الرايخ الثالث بيبني أسطوله في الخفاء بعيد عن عيون البشر، ولا الموضوع كله كان بروباجندا وسر اتمسح مع انتحار هتلر. يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. انا محمد سعد الله ويلا بينا على المسيون قصة. في قلب الغابات البولندية وفي منجم قديم وضخم كان في مشروع سري جدا لدرجة ان اللي كانوا شغالين فيه ما كانوش يعرفوا بعض. المشروع ده كان اسمه دي جلوك او الناقوس النازي او الجرس النازي. الجهاز ده كان عبارة عن جسم معدني ضخم على شكل جرس مصنوع من معدن تقيل جدا ومبطن بمواد عازلة، وجواه اسطوانتين بيلفوا عكس بعض بسرعة جنونية، وكانوا بيملوه بمادة غامضة لونها بيربل، لونها بنفسجي، اسمها سيرم 525 أو الزئبق الأحمر. العلماء النازيين وعلى رأسهم الجنرال هانز كاملر ما كانوش بيحاولوا يبنوا طيارة عادية، هم كانوا بيحاولوا يكسروا الجاذبية نفسها ويخلقوا مجال كهرومغناطيسي يقدر يخلي أي جسم يطير من غير محركات تقليدية، وكأنهم بيحاولوا يقلدوا تكنولوجيا الفضاء اللي بنسمع عنها في قصص الكائنات الفضائية. المحققين اللي دخلوا المكان ده بعد الحرب لقوا هيكل خرساني غريب جدا شبه ستونهونج في بريطانيا وسموه المصيدة. والتقارير بتقول ان الجهاز ده لما كان بيشتغل كان بيطلع اشعاع مرعب يخلي الحيوانات اللي قريبة منه تموت فورا والنباتات تتحلل لنسيج سائل في ثواني. النازيين كانوا مؤمنين بأن في طاقة قديمة في الكون اسمها فريل، وأن اللي يقدر يسيطر عليها هيملك الأرض وما فيها والسماء. ومن هنا بدأت تظهر تصميمات لطيارات دائرية ما فيهاش مراوح، طيارات زي هونيبو اللي ظهرت صورها في ملفات سرية مسربة وكانت بتعتمد في طيرانها على محركات التوربين المغناطيسي، ودي تكنولوجيا سابقة لعصرها ب100 سنة على الأقل، ومحدش عارف هم جابوا العلم ده منين أصلا. في وقت حتى ما كانش فيه ترانزستور. الرعب الحقيقي بدأ لما المخابرات الأمريكية اكتشفت إن هانز كاملر المسؤول الأول عن المشروع ده اختفى تماما من الوجود في آخر أيام الحرب، ومعاه كل المخططات والعلماء الكبار اللي صمموا الجرس النازي ده. مفيش جثة، مفيش سجلات اعتقال، وكأن الجرس أو الناقوس النازي ده ما كانش بس سلاح، ده كان كأنه آلة زمن أو وسيلة نقل خلتهم يهربوا لمكان آمن قبل ما الحلفاء يوصلوا لهم. الشهادات اللي جت من الأسرى والمهندسين اللي نجوا كانت بتقول إن النازيين نجحوا فعلا في عمل نماذج أولية طارت فوق برلين وبراغ، وإن السرعة كانت خرافية لدرجة إن الرادارات وقتها ما كانتش بتلحق ترصدهم. وده اللي بيفسر الأجسام الطايرة اللي شافوها الطيارين الحلفاء وكانوا فاكرينها قوة من خارج الأرض أو من أرض تانية. لكن
السؤال اللي فضل يحير العالم، لو التكنولوجيا دي كانت موجودة فعلا، ليه هتلر خسر الحرب؟ ليه ما استخدمش الأطباق دي عشان يمسح لندن أو واشنطن دي سي من الخريطة؟ الإجابة اللي بيقولها الخبراء هي إن الناقوس كان محتاج طاقة جبارة ومواد نادرة جدا ما كانتش متوفرة في أواخر أيام الرايخ بسبب الحصار اللي كان حاصل عليهم، وإن المشروعات دي كانت سرية جدا لدرجة إن الجيش الألماني نفسه ما كانش عارف عنها حاجة، ويعني كانت تحت إشراف الاس اس. بس هتلر كان بيراهن على المعجزة التكنولوجية اللي هتحصل في آخر لحظة، بس الوقت سبقه وقرر انه ينقل المشروع كله للملاذ الاخير اللي جهزه في القطب الجنوبي، المكان اللي مفيش دولة في العالم تقدر توصل له او تسيطر عليه. مشروع الناقوس مش اسطورة، ده واقع مادي ساب وراه جثث علماء ومنشآت خرسانية لسه واقفة لحد النهاردة في بولندا بتشهد على جنون العلم. النازيين ما كانوش شغالين على مجرد سلاح، هم كانوا شغالين على تغيير مفهوم الفيزياء، وفكرة انهم يوصلوا للأطباق الطايرة ما كانش خيال، دي كانت ضرورة عسكرية في عقولهم المريضة بالسيطرة. ومع سقوط برلين اتقفل ملف الناقوس رسميا، بس فتح ملف تاني أخطر بكتير اسمه الأرض الجديدة، وبدأت الرحلة من غابات أوروبا لجليد القارة القطبية الجنوبية، حيث يعتقد ان الرايخ ما ماتش، هو بس غير مكانه وبنى جيشه من الأطباق الطايرة تحت الجليد، مستني اللحظة المناسبة للظهور مرة تانية. فاحنا هنسيب غابات أوروبا المشتعلة ونطير على أكتر مكان متجمد ومهجور في الأرض، القارة القطبية الجنوبية. والحكاية بدأت لما المخابرات العالمية لاحظت ان النازيين من سنة 1938 وهم مهووسين بحتة أرض هناك اسمها نيوشوا بانلاند، وبعتوا بعثات استكشافية ضخمة مش عشان يدرسوا البطاريق لا، لكن عشان يدوروا على مداخل لمدن تحت الأرض أو كهوف دافئة يقدروا يبنوا فيها الملاذ الأخير. النظرية بتقول إن هتلر كان مجهز القاعدة 211، وهي مدينة تكنولوجية كاملة مخفية تحت الجليد ومزودة بأحدث ما وصل إليه العلم الألماني من أطباق طائرة وأسلحة ليزر، عشان تكون هي عاصمة الرايخ الرابع اللي هتحكم العالم من تحت لتحت بعد سقوط برلين. الرعب الحقيقي بدأ سنة 1947، يعني بعد سنتين من نهاية الحرب العالمية الثانية، لما أمريكا قررت تبعت أكبر أسطول حربي في تاريخها للقطب الجنوبي في عملية عسكرية سموها هاي جامب أو القفز العالي بقيادة الأدميرال الشهير ريتشارد بيرد. العملية دي كانت معلن إنها تدريبية، بس الحقيقة إنها كانوا رايحين ب 4700 جندي وحاملة طائرات وغواصات ومدمرات. والسؤال المنطقي، أنت رايح تحارب مين وسط التلج؟ هل البطاريق بقت خطر على الأمن القومي الأمريكي؟ الإجابة ظهرت لما الأسطول ده رجع بعد شهرين بس من أصل 6 شهور كانت مقررة للعملية، ورجعوا هم مضروبين علقة سخنة وفاقدين طيارات وسفن وجنود كتير في ظروف غامضة جدا. والتقارير السرية قالت إنهم واجهوا أجسام طائرة بتطلع من تحت المية وبتطير بسرعة خرافية وبتضربهم بأشعة مجهولة. إيه الكلام ده؟ الأدميرال بيرد لما رجع صرح بكلام لحس عقول الناس وقتها، وقال نصا: أمريكا لازم تاخد إجراءات دفاعية ضد طيارات معادية تقدر تطير من القطب للقطب في ثوان. وده كان اعتراف ضمني ان في قوة موجودة هناك مش تابعة لأي دولة معروفة. الناس بدأت تربط بين الكلام ده وبين الغواصات النازية اللي هي اليو بوتس اللي اختفت تماما في آخر الحرب ومحدش لقى لها أثر. والاعتقاد ساد ان الغواصات دي كانت شايلة الصحون الطايرة أو الأطباق الطايرة، والعلماء والذهب النازي للقاعدة
211 الغامضة. فهل يعقل ان النازيين قدروا يبنوا تكنولوجيا الدفع المضاد للجاذبية ويستخدموا ويستخبوا في كهوف حرارية تحت الجليد؟ العلم بيقول ان في فعلا بحيرات مية عذبة ودافئة تحت جليد القارة القطبية، وده بيخلي فكرة وجود قاعدة سرية هناك مش خيال علمي، بل دي إمكانية جغرافية مرعبة. الأغرب من كده كمان إن الرادارات العسكرية في الخمسينات بدأت ترصد أجسام طائرة بتتحرك في مسارات قطبية، يعني بتيجي من القطب الجنوبي وتلف وترجع تاني. وده عزز نظرية إن النازيين الهاربين بقوا هم الأطباق الطايرة اللي الناس بتشوفها وبتقول عليها كائنات فضائية. في وثائق مسربة بتقول ان هتلر نفسه ما هربش للأرجنتين زي ما الإشاعات بتقول، لكنه نزل في غواصة مخصوصة وصلته للقاعدة دي، وهناك كملوا تطوير مشروع هونيبو 3، وهو صحن أو طبق طائر قطره بيوصل ل70 متر وقادر يشيل مدافع ليزر فتاكة. العملية هاي جامب اتقفلت ملفاتها واتفرض عليها سرية تامة لدرجة ان الجنود اللي شاركوا فيها ممنوعين يتكلموا لحد النهاردة. وكأن أمريكا شافت هناك حقيقة أكبر من أن البشر يستوعبوها في الوقت ده. في مهندس ألماني اسمه فيكتور شوبرجر كان متخصص في ديناميكا المياه، والتقارير بتقول أن النازيين أجبروه يشتغل على محركات بتعتمد على الدوامات عشان تخلق قوة رفع جبارة من غير حرق وقود تقليدي. والمحركات دي هي اللي كانت بتشغل الأطباق الطائرة اللي شافتهم أمريكا في القطب الجنوبي. الفكرة ان التكنولوجيا دي ما كانتش بتعتمد على الانفجار لكن الانقباض او الامبلوجن، وده عكس اللي نعرفه عن المحركات العادية. يعني لو كانت القاعدة 211 موجودة فعلا، فاحنا قدام حضارة موازية عايشة معانا على الارض بس في التلج، حضارة بتمتلك تكنولوجيا تقدر تخلي الطيران بين الكواكب أسهل من مشوار السوبر ماركت، والسر كله مستخبي تحت طبقات الجليد سمكها كيلومترات. القضية ما خلصتش هنا، لأن في سنة 1958 أمريكا فجرت قنابل نووية في طبقات الجو العليا فوق القطب الجنوبي في عملية سموها أرجوس. وناس كتير بتقول إن ده كان محاولة أخيرة لضرب القاعدة النازية الغامضة هناك، أو تدمير أنظمة الاتصالات بتاعتهم بالنبضة الكهرومغناطيسية. فهل إحنا فعلا سيطرنا على العالم بعد سنة 1945 ولا العدو لسه موجود بس غير مكانه وبقى بيراقبنا من مكان ملوش عنوان ويعني ولا له وجود على الخريطة؟ بص يا كينج، إحنا دلوقتي هننزل لمستوى أعمق من الغموض، المستوى اللي بيختلط فيه العلم والسحر والغيبيات مع بعض. فلو كنت فاكر ان النازيين صمموا الاطباق الطايرة دي بمعادلات رياضية عادية فانت غلطان. الجماعة دول كانوا مهووسين بحاجة اسمها العلوم الزائفة والاتصال بعوالم تانية، والحكاية بتبدأ من جمعية فريل أو فريل سوسايتي، ودي جماعة سرية كانت بتضم النخبة من قادة الحزب النازي، وكانوا مؤمنين إن في طاقة كونية جبارة اسمها الفريل يقدر الإنسان إنه يسيطر عليها لو عرف السر القديم. والسر ده ما كانش موجود في كتب الهندسة اللي حضرتك تعرفها، ده كان بيجي عن طريق وسيطات روحيات ميديومز، ووظيفتهم انهم يستقبلوا رسائل من حضارات متطورة جدا من ارض تانية خالص. اشهر الوسيطات الروحيات دول كانت ست اسمها ماريا اورسيتش. الست دي كانت بتمتلك جمال ساحر وشعر طويل جدا، ويقال انها كانت بتعتبره هوائي لاسلكي لاستقبال الاشارات اللاسلكية من الفضاء. المهم في سنة 1919 ماريا دخلت في حالة غيبوبة روحية وكتبت صفحات طويلة بلغة غريبة جدا، اكتشفوا بعد كده انها اللغة السومرية القديمة. والرسائل دي كانت عبارة عن خرائط وتصميمات لآلة طائرة غريبة جدا ما كانتش بتشبه أي حاجة شافها البشر وقتها. ماريا ادعت إن الرسائل دي جاية من حضارة في نظام نجمي اسمه الدبران أو الدبران، وإن الكائنات اللي هناك هم الأجداد الأوائل للجنس الآري، وهم اللي باعتين التكنولوجيا دي عشان ألمانيا ترجع تسود العالم من تاني.
ومن هنا بدأ التعاون بين السحرة والمهندسين في الرايخ الثالث لبناء أول طبق طائر بناء على وحي فضائي. النازيين خدوا الموضوع بجدية مرعبة وصرفوا ميزانيات خرافية عشان يحولوا الرسومات دي لواقع، والمشروع كان اسمه RFZ أو الرانفلاجزيج، يعني المركبة الدائرية. تمام. المهندس الألماني شومان واللي كان مسؤول عن التنفيذ قال إن التكنولوجيا دي مش بتعتمد على الدفع زي الصواريخ، لكنها بتعتمد على اللف المغناطيسي اللي بيخلق فجوة في الزمان والمكان. وده بيفسر ليه الأطباق الطائرة اللي الناس بتوصفها بتتحرك بحركات فجائية وزوايا مستحيلة هي مش بتخضع لقوانين الجاذبية الأرضية أصلا، هي بتخلق الجاذبية الخاصة بيها. هي ماريا أورسيتش وجماعتها كانوا بيعتقدوا ان الوصول للنجوم مش محتاج وقود، هو بس محتاج فهم لطبيعة الكون. والنازيين كانوا أول ناس يحاولوا يدمجوا التصوف والغيبيات بالصناعة العسكرية. بس الموضوع ما كانش وردي كده، يعني لأن التقارير بتقول إن أول تجارب للأطباق دي كانت كارثية، والمركبات كانت بتنفجر في وشهم أو بتختفي في بعد تاني وما بتطلعش. ومع ذلك النازيين ما يأسوش ويطوروا جهاز الطرد المركزي للزئبق اللي هو الناقوس اللي أنا كنت كلمتك عنه بأول الفيديو، الجرس النازي أو الناقوس النازي. وبدأوا يربطوا بين تكنولوجيا الدبران وبين أبحاث الناقوس النازي. الغريب بقى هنا يا كينج إن في سنة 1945 ومع دخول الحلفاء لألمانيا، ماريا أورسيتش وكل أعضاء جمعية فريل اختفوا تماما في ظروف غامضة في يوم واحد، وكأن الأرض انشقت وبلعتهم. في رسالة أخيرة بعتتها ماريا لأعضاء الجمعية كانت بتقول: لا أحد يبقى هنا. ومن هنا ومن يومها ومحدش شاف لها أثر. والأسطورة بتقول إنهم استخدموا الطبق الطاير اللي صمموه وهربوا بيه فعلا لكوكب الدبران أو لقاعدتهم السرية في القطب الجنوبي. التأثير بتاع جمعية فريل ما خلص بموت هتلر، لأن العلماء اللي اتقبض عليهم في عملية اتسمت بمشبك الورق أو الأوبريشن بيبر كليب وراحوا أمريكا زي فيرنر فون براون كان عندهم خلفية عن الأبحاث دي، رغم أن أمريكا أعلنت يعني إنها بتبني صواريخ أبولو التقليدية، إلا إن في ملفات مسربة بتقول إن وكالة ناسا كان عندها مشاريع سودة بلاك بروجكت يعني مبنية بالكامل على أبحاث ماريا أورسيتش والنازيين بخصوص الأطباق الطايرة. وده بيخلينا نسأل: هل الرسائل اللي ماريا استقبلتها كانت فعلا من فضائيين، ولا كانت خطة ذكية من العلماء عشان يغطوا على اختراعاتهم ويهربوا بيها بعيد عن السياسة؟ النازية ما كانتش مجرد نظام سياسي، دي كانت أشبه ب ديانة تكنولوجية بتحاول تفتح بوابات كانت مقفولة من آلاف السنين. فكرة ان الصحون الطائرة بدأت من جلسة تحضير أرواح هي فكرة مرعبة، يعني لأنها بتقول ان السلاح اللي كان هيدمر العالم ما جاش من المعامل اللي احنا نعرفها، ده جاي من الضلمة يعني. وسواء كانت ماريا أورسيتش وسيطة حقيقية أو مجرد نصابة عبقرية، فالنتيجة واحدة: ان في تكنولوجيا ظهرت في الأربعينات كانت سابقة لزمانها بقرون، وان السر بتاعها لسه محبوس في ملفات المخابرات اللي بتفرض وبترفض تطلعها للعلن لحد النهاردة، وبتفرض عليها سرية غامضة، لأن الحقيقة ممكن تخلي البشرية كلها تعيد حساباتها في كل حاجة بتعرفها عن الفيزياء والأرض والكون. في السنين الأخيرة ظهرت شهادات من مهندسين اشتغلوا في شركات طيران كبرى وأكدوا إن المحركات الكهرومغناطيسية اللي كانت الأطباق النازية بتعتمد عليها هي المستقبل الحقيقي للسفر بين الكواكب، وإن وكالات الفضاء الدولية مخبية الأبحاث دي في الصناديق السوداء بتاعتها، لأنها بتهدد صناعة البترول والطاقة في العالم كله. تخيل لو عندك مركبة مش محتاجة وقود وبتطير بالاعتماد على المجال المغناطيسي، ده معناه ان الاقتصاد العالمي هينهار في ثانية. ومن هنا بدأت النظرية اللي بتقول ان الصحون الطائرة النازية ما اتمسحتش، هي بس اتأممت لصالح القوى العظمى
اللي قررت ان البشر لسه مش جاهزين لتكنولوجيا بالخطورة دي، وفضلوا سايبين الناس غرقانة بقى في قصص الفضائيين الخضر وابو رؤوس كبيرة عشان يبعدوا الشبهة عن نفسهم. لكن في جانب مرعب في الفصل ده، وهو ان بعض الباحثين زي نيك كوك اللي اشتغل كمحرر صحفي في مجله في مجله جانز ديفنس ويكلي المتخصصه في السلاح، بيقول ان الناقوس والهونيبو كانوا فعلا مشاريع ناجحه، وان في كيان مستقل لسه موجود وبيدير التكنولوجيا دي من القطب الجنوبي او من قواعد تحت الارض في امريكا الجنوبيه. الكيان ده مش دولة، ده منظمة تكنولوجية عابرة للقارات بتمتلك أسلحة تقدر تعطل أي جيش في العالم بضغطة زرار، وده اللي بيفسر ليه مفيش دولة بتقدر تقرب من مناطق معينة في القارة القطبية، وليه الأقمار الصناعية بتتعطل فجأة فوق إحداثيات محددة. الحقيقة إن النازية كفكر سياسي انتهت، بس النازية كطفرة تكنولوجية لسه عايشة وبتهدد سيادتنا على الأرض. وعلى الجانب التاني في علماء بيقولوا إن جزء كبير من القصص دي كان حرب نفسية عبقرية من النازيين عشان يرعبوا أعدائهم، ليس إلا يعني. وإن الصور اللي بنشوفها للأطباق الطائرة النازية هي مجرد تعديلات فنية أو نماذج خشبية ما كانتش بتطير أصلا وبالسرعة اللي كنا بنسمع عنها. بس حتى لو كانت نص الحكايات دي صح، فده معناه اننا قدام اكبر عملية تضليل في التاريخ، لاننا بنحتفل بالهبوط على القمر بصواريخ بدائية في الوقت اللي كان فيه بشر تانيين بيطيروا بمركبات مضادة للجاذبية من سنة 1944. الفجوة بقى بين العلم المعلن والعلم السري بقت واسعة لدرجة اننا بقينا بنعتبر الحقيقة خيال علمي. فلغز الأجسام الطائرة النازية هو الصندوق اللي محدش عايز يفتحه، لأنه لو اتفتح هيغير كل اللي نعرفه عن التاريخ والسياسة والطاقة. فهل هتلر كان بيتعامل مع فضائيين؟ يمكن لا، بس الأكيد أنه كان بيتعامل مع فيزياء متمردة العلم الحديث لسه بيحاول يلحق بيها. وسواء كانت الصحون دي لسه مستخبية في التلج أو إنها بقت العمود الفقري لمشاريع أمريكا السرية، فالحقيقة إن الرايخ ساب وراه أثر مش بيتمسح، أثر بيطير فوق رؤوسنا كل يوم وإحنا فاكرينه نجم أو شهب. وهو في الحقيقة رسالة من الماضي بتقول إن الإنسان لما بيتحرر من القيود بيقدر يعمل المستحيل، حتى لو المستحيل ده شيطاني. العلم سلاح ذو حدين، والقيم هي اللي بتحكمه. الذكاء والعبقرية لوحدهم مش كفاية، النازيين كانوا عباقرة تكنولوجيا بس شياطين إنسانيا. وده بيعلمنا إن العلم من غير أخلاق ممكن يوصلنا للنجوم بس هيحرق الأرض في طريقه. ولازم دايما نسأل بأي تمن بنوصل للاختراعات دي. الحقيقة هي أغلى ضحية في الحروب. في وقت الأزمات الدول بتمسح حقائق وتبني أساطير زي قصص الفضائيين عشان تخبي أسرارها العسكرية. ودرس هنا إننا ما نصدقش الرواية الرسمية بسهولة، لا، لازم ندور دايما ورا المستفيد من إخفاء المعلومة، لأن التضليل هو أقوى سلاح في ترسانة المخابرات. الخوف هو المحرك الأكبر للاختراع. النازيين وصلوا للتكنولوجيا دي وهم تحت ضغط الموت والفناء في آخر الحرب. فالإنسان في حالات الطوارئ القصوى بيقدر يطلع طاقات وعقلية ابتكارية مذهلة. بس السؤال هو ليه ما بنستخدمش الطاقة دي في البناء بدل ما نستنى الدمار عشان نبدع؟ التاريخ بيكتبه المنتصر، بس المهزوم بيسيب بصمته. أمريكا كسبت الحرب بس اضطرت تسرق عقول أعدائها وتتبنى تكنولوجيتهم عشان تفضل في القمة. والدرس هنا إن القوة مش بس في السلاح، القوة في المعرفة، وإن اللي بيملك السر بيقدر يفرض شروطه حتى وهو خسران عسكريا. وبس كده، بشكرك إنك وصلت لغاية هنا. وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها.
اتأكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصلك اشعار بقصة جديدة هنا في المصيون قصة. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.